واحنا جاهزين للعودة يا مولاي. مع فجر اليوم الجديد هنتحرك. الطريق طويل واحنا معانا أحمال كتيرة، لازم نكون حريصين طول الطريق. أمرك يا مولاي. ايه ده؟ انت مين؟ وازاي ظهرت من العدم كده؟ أنا أكتر شخص أنت محتاجه دلوقتي. بس انا معرفكش، لو ما قلتش انت مين انا هخلص عليك فورا. أنا جاي لك بخبر تقدر تقول عليه نبوءة هتغير تاريخ كيميت، وأنت اللي هتعمل كده. طريقة ظهورك تخليني أصدق فعلا إن أنت ممكن تتنبأ بحاجة أنا معرفهاش. قول اللي عندك. النبوءة اللي عندي بتقول هيجي شخص من جنوب كيميت وهيبقى في يوم من الأيام هو الملك. الشخص ده هينقذ أرضها من الأعداء وهيحقق انتصارات عظيمة، وهيهزم أعداء البلاد الآسيويين وأعداء الحدود الغربية كمان. أنت أكيد تقصد الملك من تحتب الرابع. الشخص اللي أقصده هو أنت يا وزير أمن محايد. أنا؟ النبوءة دي بتقول إيه تاني؟ إيه ده؟ أنت فين؟ اظهر. ليه ما حذرتوش من دكتور عجيب وعصابته؟ كان ممكن وانت بتقول له النبوءة تكشف له حقيقة العصابة يا يحيى. ما كانش ينفع، لازم كل اللي أنا قلته يتحقق الأول، لأن دلوقتي هو هيرجع كيميت، وبالفعل اللي أنا قلته هيحصل. وساعتها بقى لو ظهرت الأمنمحات وقلت له أي حاجة تاني هيصدقها. بس اللبس ده حلو قوي عليك يا يحيى، بقيت شبه كهنة كيميت. تخيلي بقى يا كنوز لو كنت ظهرت للملك بلبس المدرسة. الحملة اتحركت ناحية كيميت، والأيام اللي جاية مش سهلة خالص يا يحيى. أنا معايا مظالم كتير قوي من أهالي كيميت ومش عارفين نوصلها للملك. الله بقى، اللصوص سرقوا الغلة ومش عارف أجيب أكل للأبقار والغنم منين. الفوضى في كل مكان، لازم نخلي عينينا على الأطفال طول الوقت. إيه اللي بيحصل في البلاد أيها الكاهن؟ كيميت بتمر بفترة صعبة يا وزير. الشعب غير راضي عن أحوال البلاد. الأرض دي ملك لشعب كيميت، وإحنا كلنا في خدمته، ورضا الشعب ضرورة بيسعى ليها أي حاكم للبلاد. عشان كده لازم يكون فيه حل، والحل ده في إيدك. نبوءة هتغير تاريخ كيميت، وانت اللي هتعمل كده. النبوءة بتقول حاجة يا وزير؟ لازم يكون في حل يصلح الأحوال. إحنا مش هنقف بنتفرج قصاد ضعف وفساد الحاكم وعدم القدرة على حل مشكلة المتمردين وسوء أحوال شعب كيميت.